هنحاول نتكلم النهارده في العديد من الأسئلة اللي احنا هنطرحها النهارده عن شيخنا الجليل محمد عبد المنعم أبو النور، الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير. أهلا بحضرتك معنا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أكيد حضرتك متابع طبعا المشكلة اللي احنا بنمر بيها، اللي هي يعني تناولت كده بعض الأئمة وبعض الرموز الدينية اللي احنا طبعا بدون تفكير ماشيين بسنتهم وماشيين، دول يعني ما اقدرش اقرب منهم. دول الرموز اللي انا اخدت منهم الدين، واللي هم توارثوا الدين وادونا الدين بصوره اللي هي ايه المرنه الجميله اللي احنا بنهتدي بيها. شايف حضرتك المشكله دلوقتي اللي مثاره بالنسبه كيفيه الخطاب الديني ازاي؟ الحمد لله أسجد بين يديه سجدة الحب في محراب التبتل إليه، حمدا مستعارا من لديه فسبحانه لا نحصي ثناء عليه. وأصلي وأسلم على المعلم الأكبر الطاهر المطهر الذي نال من ربه نعمة إنا أعطيناك الكوثر، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأشداء الرحماء شموس الحق ودرع الوفاء، الطائرين نهارا على ظهور الخيل، العاشقين الساجدين المتبتلين بالليل، صلاة تشملهم أجمعين وتشملنا معهم برحمته آمين. أما بعد، ما تفضلت به مما نعيش به في عصرنا الحالي من فتن كادت تصل إلى أشخاص وإلى رموز لهم مرتبة اليقين في الدين، بمعنى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين أوصلوا هذا الدين إلى الأمة وتلقته الأمة بالرضا والقبول. أصبح الشك الآن يملأ القلوب. هذه هي المشكلة الكبيرة التي نتحدث عنها، أن الآن ليس هناك من يزرع اليقين، ولكن هناك من يزرع الشك. صحيح. فالإنسان العام في الشارع أصبح عنده شك في العلماء، وأصبح عنده شك في كتب التاريخ وكتب الحديث. الكتب السماوية أصبحت بالنسبة له محرفة، كتب الحديث مزورة، التاريخ نفسه ملفق وأحداثه مش حقيقية، كل الثوابت مشكوك فيها. كولومبوس مش هو اللي اكتشف أمريكا، صدام حسين ما ماتش في العراق، أي شيء أصبح مشكوك فيه، لم يعد هناك يقين في شيء. ومهمتنا الآن أننا نستمد العون من الله أن نقدم للناس مائدة جديدة من الدين الإسلامي، ومائدة جديدة يلتقي عليها كل الأطراف. مهمتنا أن نزرع في العقول التفكير وليس التكفير. حال الأمة الآن أصبح كما قلنا في شتات وفي شكوك، وأصبحنا فرق مختلفة وجماعات متناحرة وأحزاب مختلفة، وكل حزب بما لديهم فرحون. وقل للرسول إذا ما جئت روضته أدرك شعوبك فقد حار المداوون، هذه أمة التوحيد مفترقة صارت شتاتا وأحزابا معادون. أمة التوحيد المفروض أمة واحدة أصبحت مشتتة وأحزابا معادون. فلا طالب الدنيا قد نال للدنيا، ولا طالب الدين قد صار ذو دينا. أولا أنا عايز أبدأ حديثي حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل سؤالا واحد: من الذي اختار هؤلاء الصحابة إلى سيدنا رسول الله؟ من الذي اختارهم؟ هل كان عقل بشري؟ يعني هل في واحد جاب ورقة وقلم وقال يا رسول الله بقترح عليك أن تصادق فلان وفلان وفلان؟ ما حصلش. الذي اختار صحابة النبي للنبي هو الله رب العالمين. والدليل على كده أن في آية واحدة تحفظ منزلة النبي وأصحابه إلى الأبد. الآية دي اللي بتقول محمد رسول الله والذين معه. طيب أنا عايز أتوقف عند والذين معه. الذين وصفهم الله بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه يعني ملازمين له. الله لم يقل والذين معه في الدنيا،
ما قالش محمد رسول الله والذين معه في الدنيا أو الذين معه في مكة، ولكن الله قال محمد رسول الله والذين معه بالإطلاق. معنى ذلك أن أصحاب النبي هم معه في الدنيا وهم معه في الآخرة. طيب لما نشوف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإشارات واللطائف يقولوا في الآية دي، يقولوا محمد رسول الله والذين معه أبو بكر الصديق، أشداء على الكفار عمر بن الخطاب، رحماء بينهم عثمان بن عفان، تراهم ركعا سجدا علي بن أبي طالب. وكأن الآية بتنطق بأسمائهم. طيب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قلنا اللي اختارهم هو الله وليس مخلوقا من البشر. إن الذي اختار للنبي صحابته هو الله وليس عقلا من البشر. قوم مع المصطفى دنيا وآخرة والذين معه نصت بها السور. من ظن في أصحاب النبي منقصة فقد ظن في الله أسوأ الفكر. إن الصحابة للمختار قد ظهروا من كنوز الغيب كجوهر الدر. النبي كالبدر في العلياء مطلعه والصحب حوله كالأنجم الزهر. فرضي الله عن الصحب أجمعهم عن علي وعثمان وعن أبو بكر وعن عمر.